تعالوا بقى اقول لكم عملت المكرونه النجريسكو دي ازاي، وبجد من جوه كانت جوسي خالص، كان طعمها بجد في حته تانية. جربوها بالطريقه دي هتحبوها. اول حاجه بقى نجيب نص صدر فرخه يكون كبير ومغسول كويس قوي، هنقطعه مكعبات صغيره بالشكل ده. هنجيب بقى حله على النار وننزل فيها بمعلقه سمنه كبيره، معلقتين زيت كبار، وندوبهم ونتاكد ان هم سخنوا كويس قوي. اول ما نلاقيهم سخنوا هننزل عليهم بالفراخ وهنقلبهم شويه لحد ما الفراخ كده تغير لونها شويه. هننزل عليها بنص مكعب مرقه دجاج، نص معلقه ملح، نص معلقه فلفل وكمون، ونقلبهم شويه. هننزل عليهم بقى بفلفل الوان احمر وفلفل اخضر بيديها ريحه وطعم تحفه، ونتاكد ان الفراخ استوت. هنطلعها. هنجيب بقى حله تانية ونحط ربعها ميه وننزل عليها بشويه زيت. الزيت مهم قوي، بيخلي المكرونه طالعه مفرفطه ومش ماسكه في بعضها خالص. نص معلقه ملح، وننزل بقى. استخدمت مكرونه الشرايط، ممكن تستخدم مكرونه اسباجيتي حسب المتوفر عندكم. حطيتها كامله كده ما كسرتهاش، وهنسيبها بقى تتسلق. خلاص كده المكرونه اتسلقت، طلعتها وصفتها، بس كانت مفرفطه قوي. الزيت مهم. هنجيب بقى حله على النار ننزل فيها ب3 معالق سمنه كبار، ونسيحهم كويس. 3 معالق دقيق كبار. اهم حاجه ندوب الدقيق في السمنه كويس قوي. اول ما الدقيق يدوب في السمنه هنلاقيه بقى ايه، بيعمل بقبقه كده، يبقى كده تمام هو استوى. هننزل عليهم بقى. استخدمت كيلو وربع لبن، وحطيت عليهم مكعب مرقه دجاج، وافضل اقلب مش هسيبها خالص. لازم البشاميل يفضل يتقلب كده لحد ما يتقل. هننزل عليهم بنص معلقه ملح، ونص معلقه توابل فراخ دي من عند العطار، بتدي طعم تحفه للنجريسكو. بعد ما البشاميل تقل بقى نجيب صينيه كده وننزل اول طبقه بالبشاميل، عشان احنا عاوزينها جوسي، هنخليها جوسي خالص. اهم حاجه البشاميل يكون كتير. نحط طبقه مكرونه، طبقه فراخ، نحط بشاميل تاني، بقيه المكرونه كلها، نحط فراخ تاني، هنسوي كده من على الوش. نبدأ بقى نزينها بفلفل الوان احمر واخضر. الفلفل بيدي طعم وريحة تحفة للاكل. وكان عندي بقى جبنة رومي مبشورة، وفضلت ازين على الوش كده، بتدي طعم تحفة. دخلها الفرن. بعد ما طلعت بقى وخدت لون كده، بجد الجبنة الرومي كانت مديها طعم تحفة، احلى من الجبنة الموتزاريلا كمان. جربوها بالطريقة دي هتحبوها، وكانت من جوه جوسي خالص، طعمها تحفة.